برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يا مساء السعادة على كل مستمعي راديو برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. معاكم نشا بركات في برنامجكم كبسولة مشاعر. محمد منير بيقول: عيش وقتك، عيش أيامك، الدنيا براح قدامك، والضحكة تهون أي جراح، على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو فاتك، احلم بالجاي تعيش مرتاح. إيه رأيك كده لو صحيت الصبح عادي يعني زي كل يوم، ونزلت عشان تروح شغلك، لقيت كل اللي حواليك مبتسمين كده ووشهم بشوش؟ ياه، ده الدنيا تبقى دنيا تانية خالص. تيجي كده تحاسب سواق التاكسي، يقولك شكرا يا باشا، اتفضلي يا هانم، ووشه كده بشوش ومبتسم. تيجي كده تمشي في الشارع، تلاقي الناس كلها مبتسمة في وش بعض. تيجي تركب عربيتك، تلاقي محدش بيكسر عليك ولا حد بيتعارك مع حد خالص، كله كده سايق عربيته مع نفسه في منتهى الروقان. والمفاجأة بقى هنا لما تيجي تدخل الشغل، تلاقي مديرك مبتسم جدا، وزمايلك بيقابلوك كده بوش بشوش ومبتسمين، وانت ما بتبقاش عارف هو في ايه بالظبط، وتفضل تسأل نفسك هو في ايه النهاردة، هو انا في حلم ولا في علم؟ جو كده مختلف. ايه رأيك بقى في الخيال العلمي ده؟ هو صحيح هيحصل ايه لو حصل كده، او يعني قريب من كده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. شوفوا بقى، من كتر ما الابتسامة دي مهمة وقد ايه مؤثرة، اتساوت بالصدقة. ايوه سمعاك اللي بتقولي يعني انت عايزانا نفضل مبتسمين كده في وش بعض على طول؟ هقولك ليه لا، بدل ما نكشر في وش بعض نبتسم في وش بعض عادي. والله الموضوع بسيط، مش هننقص حتة. انا نفسي كل خلق ربنا يبقوا مبتسمين دايما، وتعالى بقى عشان اقولك السبب. لان الابتسامة بتبعت اشارة للمخ انه يفرز 3 هرمونات اساسية جدا لجسمنا، هي الدوبامين والاندروفين والسيروتونين. ولما بيفرزوا في الجسم، الإنسان بيحس بالسعادة جدا، وإنه قادر على الإنتاج، وبيحس بقيمة نفسه، وبيحس إنه قادر يعمل حاجات ما كانش متصور إنه ممكن يعملها، ويقدر يسعد نفسه ويسعد اللي حواليه. ويا سلام بقى لو كل ده مع خطوات التنفس الصحيح، ده بقى بيودينا في حتة تانية خالص، لأن المخ ساعتها بيفرز هرمون رابع اسمه الأكسيتوسين. ده بقى اللي بيحسن حالة جسمنا جدا، وبيبقى جسمنا مليان بالأكسجين، وبيطلع ثاني أكسيد الكربون من الجسم، وبتبقى عايش كده حياة صحية، وعندك قدرة كبيرة على مواجهة أي مرض. شفتوا بقى إن الموضوع طلع كبير ومهم قد إيه، وإن الابتسامة دي حاجة مهمة جدا في حياتنا؟ نيجي بقى عند السؤال الأزلي الأبدي: هو في حاجة اسمها سعادة؟ وإزاي ممكن نحس بيها؟ تعالى بقى وأنا أقولك. السعادة دايما بنلاقيها في قربنا من ربنا، لأنه هو مصدر السعادة الوحيد في الكون. السعادة دي أبسط من البساطة، بس إحنا بنحب نكلكعها شوية ونعقد الأمور شويتين. السعادة هتحسها في مساعدتك لحد محتاج لك، أو جبرك بخاطر حد. السعادة هتلاقيها في العطاء. السعادة في الرضا بكل حاجة ربنا بيجيبها لنا، فإن استطعت فرضا، وإن لم تستطع فاصبر. وكمان عايزة أقول لكم على حاجة مهمة جدا: السعادة مش مرتبطة بشخص معين، أيا كان، زوج، أصحاب، أولاد. السعادة هتلاقيها جواك، جوا نفسك أولا، وأكيد بعد كده هتلاقيها في اللي حواليك. بس قبل ما تبحث عنها في غيرك، ابحث عنها جوا نفسك الأول. لازم تبقى أنت الأول سعيد ومتونس بنفسك، وبعد كده يجي أي حد تاني. سعادتك جوا نفسك أولا. فأنت ممكن مثلا تروح مكان كده تشرب فنجان قهوة، وتسمع شوية موسيقى حلوة، أو تقرأ كتاب، أو تقعد تتأمل كده في اللاشيء، وتحس بقمة السعادة. ويا سلام بقى على كوبايتين شاي حلوين وقت العصاري مع ناس بنحبهم، أو تمشية حلوة مع أصحاب حلوين من بتوع زمان. دي بقى الدنيا وما فيها. تاكلك أكلة حلوة من اللي بتحبها، أو تاكلك حتة شوكولاتة من اللي بيجيب السعادة دي، بس ما تزودش عشان ما تتخنش، وتحس كده إنك رجعت طفل تاني. تمارس هواية بتحبها حتى لو كان من غير مقابل. المقابل هنا هو سعادتك أنت، لأنك هتلاقي نفسك فيها. على فكرة، السعادة مش مرتبطة بالفلوس خالص. كلنا بناكل، وكلنا بنشبع، وكلنا بنصيف، وكلنا بننبسط، سواء في الساحل الشرير أو الساحل الطيب أو أي شاطئ عادي، الكل في الآخر بينبسط. مجرد تمشيتك كده على البحر وانت بتاكل ذرة مشوي سخن، يا سلام، انت ملك. وفي النهاية أحب أقول لكم إننا كلنا عندنا مشاكل، ومفيش حد ما عندوش مشكلة أو ابتلاء، وكل واحد واخد 24 إيراد بتوعه. يعني ما تشغلش دماغك ده عنده وده ما عندوش، بص في ورقتك انت بس، ومالكش دعوة بورقة غيرك، وارضى باللي ربنا كاتبه لك عشان ربنا يرضيك. وأخيرا أحب أقول لكم: سهلوا على نفسكم وعيشوها ببساطة، وجالس جميل الروح تصيبك عدوى جماله. وكان معكم نشا بركات من راديو برونتو اف ام.